السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا واصحابنا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعة رجعنا لكم بقى بالفيديو المنتظر الجميل اللي انتوا طلبتوه مننا. هنعمل لكم ايه؟ جولة في شقتنا المتواضعة البسيطة زي ما طلبتم مننا يا جماعة. اكيد طبعا عايزين تشوفوا الشقة بقى وبساطتها وحلاوتها وشياكتها نظافتها وكل حاجة فيه. طبعا بقى يا جماعه احنا النهارده هنعمل لكم جوله في الشقه، هنوري لكم تفاصيل الشقه عامله ازاي، وتقولوا لنا بقى رايكم في الشقه بتاعتنا البسيطه الجميله النظيفه. بالظبط كده. بالظبط كده. احنا يا جماعه بقى ايه يعني حبينا نشارك معاكم، لان انتوا طبعا في ناس طلبت مننا عايزه تشوف بقى نعمل جوله في الشقه وكده، ويشوفوا الشقه بتاعتنا المتواضعه البسيطه على قدنا، واحنا راضيين بقى الحمد لله ومبسوطين، واحلى شقه بالنسبه لنا ديت يا ام يوسف شقه احلامنا. بجد والله يا جماعه، يعني شقه هي طبعا صغيره، بس الشقه الصغيره دي بتبقى مليانه دفى بس وحب. صغيره ومحندقه. ايوه، ممكن تكون عندك فيلا وانت مش مرتاحه فيها، لكن ما شاء الله الشقه ديت بسيطه وصغيره وحلوه، بس فيها راحه نفسيه الحمد لله، وشقه فيها دفى وحب. ايوه بالظبط كده، هي مش فيها دفى خالص لان الجو برد. ماشي. طب انت ليه بتحرجني بقى؟ هو الجو برد فعلا. لا الجو بصراحه بقى هي وحشه في حاجه، تلاقوها في الصيف مولعه نار وفي الشتاء متلج. ايوه بالظبط يعني كده. لا كده مريحه ولا كده مريحه. انت بتقولي دفى فين؟ فين الدفى اللي فين؟ يعني اقصد دفى اللي هو ايه؟ دفى يعني مش كده. مش فيلا بينا نوريكم الشقه بتاعتنا المتواضعه. طيب قبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي. لا انا عايز اصححها بس. ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم. بالله عليكم يا جماعه عايزين نوصل ل 5000 مشترك بقى خلاص. شدوا حيلكم معانا. احنا عايزين يا جماعه يعني الزعل بتاع القناه التانية دوت نعوضه في دي. ايوه بالظبط كده. جدا جدا على القناه التانية، فاحنا عايزين ان شاء الله القناه دي اكبر من التانية. واحنا الله العظيم بنقرا كل تعليقاتكم، وبجد يعني احنا بنشكركم على التعليقات الجميله اللي انتوا بتكتبوها. طبعا. بجد يا جماعه والله العظيم انا ما عارف اشكركم ازاي. كل التعليقات بتفرحنا والله، ومبسوطين بكلامكم الجميل ده، ومبسوطين بتعليقاتكم الحلوه، وربنا ربنا ما يحرمنا من بعض ابدا يا رب. طبعا في ناس ممكن تقول ما بيشوفوش تعليقات كده، لا احنا اي فيديو ندخل نبص على التعليقات، بنتفرج على التعليقات كلها يا جماعه وبنقراها كلها والله. فانتوا تعليقاتكم جميله زيكم، انتوا اصلا ناس زي العسل بجد والله فعلا. طيب يلا بينا نبدا الجوله بتاعتنا. طب يلا بينا خليكم معانا بقى يا جماعه، نصور لكم كل حاجه في الشقه من اول البلكونه لحد ايه المطبخ لحد اوضه الاطفال. كل حاجه يا جماعه، كل حاجه نصورها لكم. يلا بينا بقى يا جماعه. احنا دلوقتي في البلكونه اهوت، حبينا كمان بقى نصور لكم البلكونه. نبدا الاول كده بالبلكونه ده يا جماعه. شكل البلكونه بتاعتنا تمام. البلكونه يا جماعه هي دوران كده على الركنه، يعني دي الركنه تمام. البلكونه بقى كده جايه بدوران كده، يعني تعالي كده يا ام يوسف. بصوا يا جماعه دوران كده بقى على باب البلكونه. شوفوا بقى يا جماعه ديت اول البلكونه اهي، يعني كده ده باب الركنه بقى. احنا بنطلع من الركنه كده على البلكونه، بنمشي بقى كده طوالي 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 تمام كده. تاخر يا ام يوسف عشان ما اخشش فيكي. وبنقوم يا جماعه كده حاودين بقى هنا كده، يعني البلكونه عندنا يعني فاتحه على الناحيتين. يعني البلكونه بتاعتي ايه دوران مش فاتحه على الناحيتين تمام. يعني دي شارع اهوت، وهنا كده شارع، يعني على شارعين. يعني فاتحه يا جماعه على شارعين تمام. ده كان البلكونه. تعال بقى نخش على ايه؟ على الركنه بقى ام يوسف. يلا بينا. دي بقى يا جماعه الركنه الجميله المتواضعه بتاعتنا البسيطه. بصوا بقى يا جماعه احنا هندخل على طول. دي الركنه بقى، اوري لهم يا ام يوسف كده. الشاشيات تمام. هنا الركنه دي طبعا مكان ابو يوسف بتاع اللايف. ايوه انا بفتح لايف يا جماعه وانا قاعد هنا كده في الحته دي كده. بصوا بقى، والترابيزه قدامي طبعا. ايوه تمام. ولسه هنا بقى يا جماعه الركنه 3 كنبات طبعا تمام. يعني ايه ركنه اللي هي بتبقى ايه مع بعضها دي؟ يعني عاديه كده، مش انتريه بقى، يعني طقم كامل على بعضه. بس ايه رايكم يا جماعه في لون الركنه كده؟ جميل ولا ايه؟ طبعا. امال ايه؟ هو بني في بيج، ولون الحيطان يا جماعه ماشي مع لون الركنه ولا ايه رايكم؟ يعني كده يعني ام يوسف بتقول لي ما شاء الله، يعني اللون متناسق مع بعض. لون الركنه وعندي اللون اللي ورا ولون الحيطان كشمير فاتح في كشمير غامق في بني، يعني النظام كده ما شاء الله. برضو يا جماعه انتوا رايكم برضو يهمنا اكيد، صح يا ام يوسف؟ طبعا. امال ايه؟ دي بقى يا جماعه الركنه الجميله بتاعتنا، والدنيا زي الفل. هي صغيره ومحندقه وشكلها حلوه. لا بس ايه يعني الركنه مريحه قوي. طبعا. امال ايه؟ تقعدوا عليها كده ما تبقوش عايزين تقوم. طب يلا قومي يا حبيبي عشان نكمل بقيه الشقه. نعم. قعدت ليه؟ يلا بينا. طبعا يا جماعه بقى ايه رايكم يهمنا طبعا في الشقه الجميله المتواضعه البسيطه ديت. احنا بقى دلوقتي طلعنا من الركنه اهوت وداخلين على الصاله.
هي دي بقى يا جماعه الصاله بتاعتنا. هفتح لكم بس النور كده عشان تتفرجوا على حلاوه هنا طبعا الصاله. الفريزر اهوت. ديت الصالة كلها من اول باب الشقة اهو. تمام، تدخل من باب الشقة على طول. بصوا هي الصاله يا تدخلوا جماعه من باب صغيره الشقة، بس حلوه والله، محندقه وجميله قوي. من باب الشقة على الركنة، والركن هنا بقى ايه قدامها الصالة بقى. ايه رأيكم في الاستيكر اللي انا حاطاه ده؟ تمام. دي بقى والفريزر يا جماعه، هنا هو الفريزر. طبعا عاملين له ردادة ورا الباب عشان ايه الباب عشان ما يا جماعه يفتحش. الباب لما يجي يفتح الرداده اهي. تمام. عشان بصوا يا جماعه كده، لحظه يا ام يوسف، لما نيجي نفتح الباب لو الباب اتفتح قوي كده، تمام، ممكن يجي على الفريزر. عشان ايه ما يخبطش في لان احنا ساعات اصلا بندخل الفريزر كده جوه. ايوه تمام، يعني ساعات بنزق الفريزر كده لجوه لما نكون مثلا عايزين نحط جنبه حاجه ترابيزه او حاجه، فاحنا عملنا الرداده عشان الباب لما يفتح ما يجيش على الفريزر ايه لان يجرح. طبعا يا جماعه ساعات بنقل الترابيزه ديت بره هنا كده وبحط الكرسي قدامها. دي بقى يا جماعه الصاله ديت بتاعتنا الركنة والصالة. البسيطه المتواضعه. طب الصاله بقى هنا يا ام يوسف بتتقسم لجزئين. احنا يا جماعه جايبين ستاره هنا هي زي نظام الارج كده. الستاره ديت بتتقفل على بعضها عادي، يعني الصاله ممكن تتقسم نصين. يعني عشان لو في ضيوف هنا او كده، لو مثلا انا عندي ضيوف مثلا جاي لي في الركنه وكده، وام يوسف مثلا هنا جوه بتعمل حاجه او في اوضه النوم او في اوضه الاطفال، الستاره ديت بنفردها. وعلى فكره في ممكن يبقى هنا كنبه مكان الفريزر هنا، تبقى ايه يعني ركنه يعني كنبه كده بره. احنا عندنا يا ام يوسف برضو الكنبه دي، بس الكنبة تحت عند اللي هي الجماعه تحت. ممكن نطلعها عادي. ايوه تمام، بس ام يوسف بقى ايه فضلت ايه ان هي تحط الحاجات دي هنا احسن عشان ما الحاجات يبقاش ديت. الشقه ضيقه. تمام، وكده كده احنا عندنا الركنه اهيت، لو جانا ضيوف ولا حاجه بيخشوا ركنه يقعدوا فيها. ايوه تعال بقى يا ام يوسف كده. طبعا دي بقى يا جماعه الجزء الثاني بقى في الصاله. هنا بقى طبعا النيش اهوت. دي النيش، وانا حطيت دي تسريحه اوضه الاطفال لان كانت مضيقه المكان جوه، فحبيت انقلها هنا يعني شكلها اشيك شويه. وعلى فكره يا جماعه للعلم برضو احنا عندنا اوضه الاطفال صغيره جدا. تمام، هتشوفوها فام يوسف كل- بقى انت هتشوفها دلوقتي. فام يوسف بقى طلعت التسريحه ديت، قالت تبقى هنا في الصاله احسن عشان توسع اوضه الاطفال. طبعا فانتوا دلوقتي هتشوفوا اوضه الاطفال وتقولوا لي يا جماعه ام يوسف معاها حق ولا لا ان هي تطلع فرجع. التسريحه هنا ولا لا. اتفرجوا على كل حاجه بقى. تمام. دي بقى ام يوسف ايه، ده الجزء الثاني يا جماعه. احنا دي قلنا الصاله بقى الصاله. كامله على اه جزئين. تمام، هي الصاله صغيره بس حلوه والله العظيم جميله. لا والله مش صغيره، ده كبيره وجميل. طيب تعالى بقى ام يوسف هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى يا جماعه اوضه النوم بقى. بسم الله ديت الرحمن الرحيم. اوضه النوم الجميله بتاعتنا اللذيذه طبعا هنا اللي بقى زي إيه؟ العسل. هنا عسكري اهو. تمام. العسكري ده يا جماعه زي نظام كوميدوني كده، بس كوميدوني كبير بنقول عليه احنا عسكري. تمام. ايوه هو ده وهنا العسكري. التسريحه. ودي التسريحه بتاعت اوضه النوم، وده أيوة. كوميدونو كمان هنا هو جنب السرير. تمام. ده طبعا كوميدونو. السرير ده المفروض يبقى في النص عشان في كومودوني هنا وكومودوني هنا، بس انا حبيت انقله جوه عشان يوسف بقى والبرد وكده. ام يوسف يا جماعه من النوع اللي هي بتحب التغيير، ما بتحبش تسيب حاجه على حالها ابدا، دايما بتحب التجديد، ما بتحبش الروتين. ايه رايكم بقى يا جماعه في الطقم السرير ده؟ طقم اصفر كده على اللحاف كده اللي هو البني في بيج ده، المفروض اللحاف ده نستغطى بيه في الركن. في الركنه فعلا. بني وبيج. لا والله بس جميل اللحاف دي يا جماعه، قسما بالله تقيل جدا جدا. طبعا بالليل بقى في الستاره الكشمير دي عشان البرد. ايه رايكم يا جماعه في الستاره بقى وفي منظر الاوضه كده ده الدولاب طبعا. وده الدولاب طبعا اهوت. الدولاب ده يا جماعه جر أيوة. كده. تمام، جر كده. بر طبعا. والله العظيم بيقوم جاي شياكه. جر وقوم مطلع الهدوم اللي فيه. ايوه بالظبط كده، شياكه بجد يعني. طبعا دي بقى هي شقه صغيره بس جميله محندقه على قدنا كده، واحنا بنحب الحاجه الصغيره، يعني بنحب الحاجه اللي هي مش اللي هي كبيره ومبهوقه، لا. ايوه طبعا. شوف يا ام يوسف قفلت النور ازاي عشان ما تعمليش حكايه انت اصلا ما وروايه. قفلتش نور الركن. استنى يا جماعه بس اقفل النور. لا عادي احنا كده نقعد تمام. فيها الوقت. عادي نبقى نفتحه اما نيجي نقعد فيها. تمام ماشي. تمام. طيب احنا كده دلوقتي اتفرجنا على البلكونه وعلى الركنه وعلى الصاله وعلى اوضه النوم. تعالوا بقى بس معايا على أوضة نخش على اوضه الأطفال. الاطفال بقى يا جماعه. وديت بقى دي بقى استنى يا يوسف كده. مم. طبعا انتوا بتدخلوا من على الصاله يا جماعه، هنا الغساله اهيت والحوض. تمام. الغساله يا جماعه هنا دخلت اهيت، المطبخ ودخلت وهنا الحمام. طبعا جوز حنفيات سخن وساقع. طبعا. ماشي. يوسف وطبعا مظبط دي الحوض، ده الحوض اللي هو حوض الوش اهو. اللي جنب الغساله، وهنا عليه مرايه اهو. وعليه مرايه هو الجمال. استني كده يا موسى ما اشوف نفسي في المرايه. الكهرباء لسه قاطعه ولا ايه؟ طب تعالى قولي لي شكلي حلو في المرايه ولا لا؟ بصوا يا جماعه شكل ابو يوسف في المرايه. شكلي حلو في المرايه؟ طبعا قمر. الله قمر قمر بجد. طب هو انا مره ما بقتش والله بجد شكلي حلو. والله يا عسل انت اصلا من غير المرايه قمر. ايه يا ابو يوسف.
يلا اوضه الاطفال بقى، اوضه يوسف القمر. نخش بقى على اوضه الاطفال الجميله. لا اوضه يوسف. اوضه يوسف ماشي. بسم الله بسم الله. ودي يا جماعه اوضه الاطفال، اوضه الباش مهندس يوسف. شوف بقى يا جماعه، طبعا ده السرير اهو، ده السرير يا جماعه اوضه الاطفال عندنا سرير واحد اهو، ده يعني الستاره نفس ستاره اوضه النوم، بس ديت فاتحه شويه. طب ايه رايكم يا جماعه بقى في لون الحيطه كده، لون الحيطان بتاع اوضه كشمير. قسما بالله جميل قوي، لون فريحي كده وحلو ولون اطفالي. ده بقى مكان التسريح. شوف حطيت ايه، حطيت الكومودون الصغير ده، ولزقت ديت طبعا. التسريحه بقى يا جماعه كانت هنا كده، كانت مضايقه المكان شويه. يعني المكان كان بيبقى لحد هنا. ايوه بالظبط كده. ودي بقى السرير زي ما انتم شايفين، ودي الدولاب بتاع يوسف الجميل القمر حبيب بابا. في هنا حاجات حاطه هنا فوق الدولابيات عشان الشقه ضيقه وكده. وايه تاني؟ بس كده. وبس كده. ده يا جماعه اوضه الاطفال، رايكم ايه؟ طبعا اكيد يعني رايكم شقه يهمنا. جميله وشقه زي العسل زي طيب. صاحبها. بعد ما اتفرجنا على اوضه الاطفال هنروح فين بقى دلوقتي؟ خش بقى على ملك الشقه. المطبخ ده يا جماعه احنا صورنا فيه كتير، اكيد انتوا عارفين، طبعا اكيد شايفينه كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، طب انا افتح الموتور ليه؟ جدع يا ابو يوسف. اتفرجوا بقى يا جماعه، ثلاجه بقى استنى كده يا أبو يوسف. والحوض. بصوا بقى يا جماعه، بصوا احنا دخلنا مطبخ كده، عندنا ايه، حته مطبخ صغيره كده وفيها مطبخ فوق اهي، تمام. وهنا مطبخ برضو، ودي التلاجة بقى اهي، وطبعا جنب التلاجة مطبخ صغير اهو. استنى كده يا يوسف، نعم بعد اذنك سن. لا الناحية التانية. الناحيه التانيه ان هنا يا ام يوسف. ناحية البوتاجاز، ناحية البوتاجاز. حاضر معلش يا ام يوسف. طبعا هنا الميكرويف اهو بتاع القمر الجميل. ده الميكرويف اهو يا اللي جماعه. ابو يوسف بيدخل كل يوم بس كتي حاجات. ام يوسف يا جماعه عاينه هنا في الميكرويف بقى شوكولاتات بقى وحاجات كتيره بقى، حاجات جميله جدا. ابو يوسف بقى كل يوم اصحى الاقيه واقف قدام الميكرويف ده. بتعمل ايه يا ابو يوسف؟ باكل. يا سلام. طبعا بقى يا جماعه اهوت مع الطقم الطابل بتاع الجميل القمر. وري لهم بقى يا ام يوسف بقى انت الحاجات دي بقى. بصوا مطبخ اهو. انا ماليش في المطبخ يا جماعه بصراحه. ده الشفاط، وانا عندي البوتاجاز اهو. بعد اذنك يا ابو يوسف بس عشان انت ايه مالي المكان. اروح فين يا ام يوسف؟ بتضحك على ام يوسف. انت جاي قدام البوتاجاز. طب اعمل ايه؟ انت بتوري لهم ايه؟ صورونا يا جماعه، صورونا. صوره وحشه. صوروني. خدوا سكرين يا جماعه. ليه؟ قمر يا ابو يوسف والله يا قمر. طيب انت طبعا عايز يا جماعه المطبخ التاني. انت عايز توري الناس ايه؟ ما انا موجود اهو يا جماعه. تعالى كده نعم اقول لك بس كده، اقول لك كلمه بسيطه اقف جنب كده اهو. بس هنا بقى يا جماعه البوتاجاز اهو زي ما انتم شايفين. دي بقى يا جماعه البوتاجاز. دي البوتاجاز بقى يا جماعه. البوتاجاز دي بتفتح كده وبتقفل عادي يعني. تمام. البوتاجاز ده ليه فرن من تحت. تمام. ده الفرن بتاع البوتاجاز بيتفتح كده وبتقفل. ما معروف ان له اصلا فرن. بوري الناس يا ام يوسف في ايه؟ انت مالكش دعوه بالمطبخ اصلا. والله المفروض اطلع من المطبخ يعني. المفروض اصلا. يلا اطلع بره. يعني يا جماعه انتوا عايزين نطلع من المطبخ؟ يلا اطلع بره. مش عايزين ابقى في المطبخ يعني. طبعا يا جماعه ده الصواني ودي الكوبايات. وده المطبخ فوق سخان صغير اهو الحله بتاعتي، تمام. فهسيبكم الواقف ده بغسل وشي زي ما الناس صاحي من النوم، تمام. وده التربو بتاعي. يا ام يوسف وري لهم انت بقى مالش في وشي بالفوطه. طيب ماشي. طبعا يا جماعه تعالي بقى والله انت جاي هنا. طبعا ده تعالي والله انت جاي. بصوا يا جماعه استنى يا ام يوسف والله انت جاي. تعالي ثانيه واحده. عايز ايه؟ انت وريت للناس حاطط الفوطه بتاعتي على فكره يا جماعه. بصوا هو اللي معلق الفوطه. والله يا جماعه انا اللي معلقها هنا. شوفوا مظبوطه ازاي. طيب كتر خير. طب انت بقى وريت للناس كل حاجه، اشمعنى مجهودي يعني بتتجاهليه يا ام يوسف؟ استغفر الله. لا بجد اشمعنى مجهودي؟ مجهودي؟ الحمام يا جماعه. اشمعنى؟ تمام. انا مالهم مال الحمام. الشقه خلصت وقولوا لي ايه رايكم في الشقه الجميله القمر دي، تمام. وايه رايكم يا جماعه في حطه الفوطه كده؟ وحش بجد والله. ايه رايكم؟ طفوا نار المطبخ. حاضر يا ام يوسف. نار المطبخ يا لهوي. حاضر. بس تمام كده يا ام يوسف. يلا بقى مشي بقى اطلع بره. وديت يا جماعه كانت شقتنا الجميله المتواضعه اللي زي العسل. المكركبه. لا مكركبه في طبعا احلى شقه. ايه رايكم يا جماعه في ترويقي، وايه رايكم في الشقه الجميله بتاعتنا؟ تمام. قولوا لي كده، يعني الشقه جميله متواضعه وتحفه. بصوا يا راحه نفسيه كده والله. يلا يا يوسف. المهم يا جماعه احنا حبينا نصور لكم الفيديو ده ونهزر ونضحك معاكم كده، تمام، بما انكم اخواتنا وحبايبنا. لان احنا بنحبكم جدا جدا جدا، وانتوا بالنسبه لنا غاليين قوي، فعشان كده بنحب نشارككم كل حاجه تخصنا. فيا رب يكون الفلوج ده عجبكم والجوله ديت عجبتكم. ولو عايزين تعرفوا اي حاجه، عايزين نصور اي فكره، اكتبوا لنا في الكومنتات
واحنا تحت امركم وهنعمل لكم اللي انتوا عايزينه طبعا. طبعا احنا وفي تحت نهايه أمركم في أي الفيديو حاجة. يا جماعه قولوا لنا بس رايكم في الشقه الجميله المتواضعه ديت، ورايكم في الالوان وفي كل حاجه في استنى يا ابو الشقه. يوسف بعد اذن. اتفضل. طبعا اخواتي البنات اللي هيشوفوا الشقه وكده، لو انت عندك اي تعليق في الشقه، حابه مثلا اغير مكان حاجه او كده، قولي لي عادي. ما احنا بناخد رايهم ليه بقى؟ عشان يعرفونا لو في اي حاجه حابين نغيرها، حابين نعدلها. حاجه مثلا يعني حابين مثلا نشتري الثلاجه نحطها في البلكونه، نشتري الغساله نحطها في الحمام كده يعني. ليه يعني ليه برضه؟ والله يا جدعان ام يوسف قولوا برضه يا جماعه، لو انقل الترابيزه بتاعه اللايف دي في البلكونه برضه. ام يوسف يا جماعه قسما بالله برجع من بره الاقيها ممكن تحط اقول لكم ايه، التسريحه في الحمام عادي مفيش. انتوا عارفين بقى، عايزه اقول لكم على حاجه بسيطه قوي انا بعملها عشان تسهل معايا نقل الحاجه. بقوم مسحه بميه كده تمام مكان يعني على البلاط، مكان الحاجه اللي قوم زقاها تقوم جاريه معايا. ايوه بالظبط كده. بالظبط كده. والله ما فاهم حاجه بس قشطه. طب يا جماعه في نهايه الفيديو ما تنسوش، قلتها صح واستني، ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا اعجاب للفيديو. يلا نقول لهم ايه بقى؟ سلام.